أدين المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 6 سنوات اليوم من طرف محكمة الجنايات بباريس بتهمة اغتصاب شاب في غرفة فندق بالعاصمة باريس على هامش حفل موسيقي كان مقررا في أكتوبر 2016. وبعد 7 ساعات من المداولات قالت المحكمة إنها مقتنعة بالاغتصاب الذي وصفته المدعية المدنية لورا بريول بشكل دائم ودقيق منذ شكواها، مذكرة أن المشتكية لم تغير نسختها قط والتي تتفق مع الشهادة الطبية، كما أن الفحوصات التي أجريت على جسده لا تتوافق مع تصريحاته، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الشهادات التي قدمها عمال الفندق أو رسالة من لورا لصديقها أو ملابسها أو حتى التحليل النفسي. كلها دلائل جاءت لتلعب لصالح الضحية. ويضيف المحلفون أنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني كما قال، ولم يشرح لماذا أصبحت لورا فجأة عنيفة معه، وبهذا تم إصدار مذكرة إحالة وبالتالي تم اعتقال سعد المجرد على الفور. وخلال كلمته الأخيرة في محاكمته كان لا يزال البوب ستار البالغ من العمر 37 سنة يعترض بشدة على أي علاقة جنسية. وفي اليوم السابق طلب المدعي العام بسجنه 7 سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات مقتنعا بالاغتصاب حيث تم إثباته. وترى المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس كارين دريو ديبولت في تصريحها لسكاي نيوز عربية أن الحاكم الذي صدر هذا المساء ضد المجرد يبقى حكما بسيطا بحكم الدلائل التي وجدت ضده. وتتابع بما أنه حكم في محكمة الجنايات يعتبر فعله جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة، خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية، وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 سنة كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته أظنه حكما مقبولا ومخفف. وبعد النطق بالحكم أبلغت القاضية المجرد بأن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية إنه في حال قام بالاستئناف يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة. وتضيف: لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كافي، وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا. وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراحه في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط قبل صدور الحكم الجديد، لكن سيتم اقتطاع 6 أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة الصراحة. في المقابل لا يمكن للشاب الفرنسي الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن وفقا للمحامية يمكن أن تطالب بالتعويض على الضرر الذي لحق بها.